بيكم طلبة سنة أولى إعدادي. النهاردة هنكمل معاكم حل أسئلة كتاب الامتحان، والنهاردة هنحل مع بعض أسئلة الامتحان للدرس الثاني من مادة الدراسات بعنوان مظاهر سطح قارة أفريقيا. أول سؤال عندنا اللي هو واحد ألف وب وجيم، كلهم خرائط على قارة أفريقيا. تعالوا نحلوها مع بعض. أول سؤال بيقول لنا: أمامك خريطة لقارة أفريقيا، اكتب مدلول الأرقام التي عليها. قال لي رقم واحد دائرة إيه اللي هي في منتصف القارة، طبعا دي دائرة الاستواء. دائرة إيه؟ الاستواء. رقم اتنين المحيط، وهنا مشاور لي على المحيط اللي في شرق القارة. هو ممكن يكون الأرقام مش واضحة شوية، بس أنا بقول لكم الأرقام موجودة فين. هو موجودة في شرق القارة، طبعا ده المحيط الهندي. تلاتة المحيط الجنب التاني من ناحية الغرب، طبعا ده المحيط الأطلنطي. أربعة البحر، وهنا مشاور لي على البحر في شمال أفريقيا، طبعا احنا عارفينه اللي هو البحر المتوسط. خمسة بحيرة، ومشاور لي هنا في عند دائرة الاستواء في وسط أفريقيا، طبعا دي بحيرة فيكتوريا. ستة بحيرة، طبعا دي بحيرة من بحيرات أو بحيرة موجودة في هضبة الحبشة، طبعا دي بحيرة تانا. سبعة جزر، سبعة دي جزر، طبعا دي جزر القمر اللي هي دولة عربية احنا موجودة في المحيط الهندي. تمانية جزيرة، طبعا أكبر جزيرة في القارة، طبعا دي جزيرة مدغشقر. تسعة خليج، هو مشاور لي هنا، عارفين انتوا البحر الأحمر في خليج ناحية الشرق وخليج ناحية الغرب، هو مشاور لي هنا الخليج ناحية الشرق، طبعا ده خليج العقبة. عشرة طبعا ده خليج في نهاية البحر الأحمر، طبعا ده خليج عدن. رقم ب بيقول أمامك خريطة لقارة أفريقيا، اكتب مدلول الأرقام التي عليها. رقم واحد هنا هضبة، طبعا هضبة في شمال أفريقيا، طبعا دي هضبة شمال أفريقيا. اتنين هضبة، ودي موجودة في شرق القارة عند القرن الأفريقي، طبعا دي هضبة الحبشة. تلاتة هضبة في وسط أفريقيا، دي هضبة البحيرات الاستوائية. أربعة هضبة، طبعا آخر هضبة عندنا في الجنوب اسمها هضبة الجنوبية. خمسة جبال، طبعا تعال نشوف رقم خمسة موجودة فين، طبعا دي جبال في جنوب قارة أفريقيا خالص، دي جبال من الجبال الالتوائية، طبعا دي جبال الكاب. ستة جبال، وهنا مشاور لي على جبال اللي هي في شمال غرب القارة، طبعا دي جبال أطلس. سبعة جبال، طبعا اللي موجود على البحر الأحمر بنفس الاسم بتاع البحر، اسمها جبال البحر الأحمر. تمانية جبال، وهنا تمانية الجبال اللي موجودة في جنوب أفريقيا ناحية الشرق، طبعا دي جبال اسمها درانجسبرج. تسعة جبل، تسعة وعشرة أكيد دول هيبقى جبل كينيا، والتاني جبل كليمنجارو، واللي فوق هيبقى جبل كينيا، واللي تحتيه هيبقى جبل كليمنجارو. 11 نهر، فين رقم 11 اهي موجودة في غرب القارة، طبعا ده نهر النيجر. 12 نهر، طبعا ده نهر اسمه الزنبيزي، ده من الانهار اللي موجودة في جنوب افريقيا. 13 نهر، وهنا مشاور لي طبعا على النهر بتاعنا اللي هو نهر ايه؟ النيل. 14 نهر، 14 فين 14 موجودة في وسط القارة، اسمه نهر الكونغو اللي هو موجود هنا اهو. تمام، موجود هنا اهو. طيب بعد كده بيقول امام خريطة لقارة افريقيا، اكتب مدلول الارقام التي عليها. رقم واحد جبل اهو، بص يا جماعة، رقم واحد طبعا جبل هنا ايه؟ واحد هيقول لي جبل البحر الاحمر، هقول له لا، هو قال لي جبل فاسمه جبل شايب منير. طب ليه انا ما قلتش البحر الاحمر؟ لان هنا قال جبل ما قالش جبال، والبحر جبال البحر الاحمر فيها جبال البحر الاحمر، يعني كذا جبل، وهنا لما يشاور لي على جبل واحد قاصد بيه اعلى قمة جبلية في جبال البحر الاحمر، واللي هو جبل شايب البنات. زي رقم اتنين بالظبط، ما هو رقم اتنين برضو هنا مشاور لي في غرب القارة وشمال غرب القارة، قال لي جبل ما قاليش جبال. لو قال لي جبال يبقى جبال اطلس على طول، لو قال لي جبل هو قاصد بيه جبل واحد اللي هو اعلى قمة جبلية في المنطقة دي، اسمه جبل طبقال اللي موجود في المغرب. بعد كده واحة موجودة هنا في مصر، طبعا الواحة الشمالية اللي موجودة في مصر اسمها واحة سيوة. أربعة الصحراء، طبعا دي الصحراء الكبرى، واحد يقول لي هضبة لا، هو ما قالش هضبة، هو قال الصحراء.
الصحراء دي هو سطح الهضبة بتاعة شمال افريقيا. تمام. طيب سهول ساحلية بدولة، طبعا دي دولة تنزانيا، وارجعوا للخريطة بتاعة الدول اللي موجودة، اللي هي الخريطة السياسية لقارة افريقيا. صحراء، طبعا دي صحراء كالهاري في الهضبة الجنوبية. طيب كده خلصنا اول سؤال في الخريطة. نيجي تاني سؤال. استعن بالخريطة التي امامك في اختيار الاجابة الصحيحة. بصوا هنا يا جماعة، بيقول لنا رقم واحد: اي من الظاهرات التالية تشغل معظم مساحة هضبة شمال افريقيا. يعني معظم هضبة شمال افريقيا، هل الظاهرة اللي مساحتها كبيرة فوق الهضبة دي الصحراء الكبرى، ولا جبال البحر الاحمر، ولا جبال الاطلس، ولا هضبة الشهود؟ طبعا الصحراء الكبرى. اتنين: اي من مظاهر السطح التالية تقع باكملها داخل مصر؟ سهول نهر النيل، جبل عوينات، منخفض القطارة، الصحراء الكبرى. طبعا سهول نهر النيل ما ينفعش ان هي اقول عليها كلها بالكامل في مصر، لان هي بتعدي على 11 دولة، فما ينفعش. طب جبل عوينات؟ لا، لان جبل عوينات مشترك حدوده مع 3 دول: مصر والسودان وليبيا. طب منخفض القطارة؟ تمام، تنفع منخفض القطارة عشان موجود في مصر. طب الصحراء الكبرى؟ لا، دي شاملة شمال افريقيا بالكامل، يعني معدية على كذا دولة، فبالتالي هتبقى منخفض القطارة. اتنين: بيقول اي من الدول التالية تتسم باتساع السهل الساحلي الشمالي؟ المغرب، الجزائر، مصر، تونس. بصوا يا جماعة، المغرب والجزائر وتونس فيها جبال اسمها جبال اطلس، تمام، ودي بتعمل سهول ساحلية ضيقة. ما عدا مصر ما فيهاش جبال في الشمال كتير، فبالتالي هي متسعة. تقع بحيرة فيكتوريا فوق أراضي. طبعا بحيرة فيكتوريا موجودة في الهضبة اللي في وسط أفريقيا، اسمها هضبة البحيرات الاستوائية. السؤال الثالث بيقول أكمل العبارات التالية الآتية بما يناسبها. من أمثلة المنخفضات الموجودة بهضبة شمال أفريقيا، نقط في مصر. تمام، منخفض موجود في مصر، طبعا منخفض القطار. اتنين: يوجد بالأراضي الليبية عند حدودها الجنوبية الشرقية جبل إيه؟ طبعا جبل العوينات، واحنا ما ذكرناش جبال في ليبيا غير جبل العوينات اللي هو مشترك بين مصر والسودان وليبيا. 3: يعد خليجي نقط ونقط جزء من الأخدود الإفريقي العظيم. طبعا الأخدود الإفريقي العظيم جاي من شرق أفريقيا حتى خليج العقبة، فبالتالي كل البحار والجبال اللي كونت في الجزء ده كلها من تأثير الأخدود الإفريقي العظيم. تمام، يبقى هي خليج عدن اللي هو مدخل البحر الأحمر وخليج العقبة. تضم قارة أفريقيا مجموعة من الجبال الالتوائية والجبال الانكسارية والجبال البركانية. 5: تمتد جبال أطلس بقارة أفريقيا على طول الساحل إيه؟ إحنا عارفين أهو، موجودة في تونس والمغرب والجزائر، ودول موجودين في شمال غرب القارة، يبقى في الساحل الشمالي الغرب. 6: يجري بقارة أفريقيا العديد من الأنهار المكونة للسهول الفيضية الخصبة، منها نهر نقط ونهر نقط. مين؟ قول لي أنهار موجودة في قارة أفريقيا تكونت سهول فيضية. طبعا نهر النيل، وده أطول أنهار العالم يا جماعة. وبعد كده عندنا نهر النيجر الموجودة في دولة النيجر. 7: تتشابه السهول الساحلية في بلاد المغرب العربي من حيث الضيق مع السهول المطلة على إيه؟ طبعا على البحر الأحمر، لأن السهول المطلة على البحر الأحمر تتميز بالضيق. تمام. 8: المضيق الذي يفصل جزيرة مدغشقر عن يابس القارة الأفريقية ما بين جزيرة مدغشقر وقارة أفريقيا، المضيق هنا اسمه مضيق الموزمبيق. تمام، اللي موجود في هشاور عليها كده بسهم الماوس، اللي هي في الحتة دي، ده مضيق موزمبيق. نيجي بعد كده السؤال: اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. من أمثلة المنخفضات الموجودة بهضبة شمال أفريقيا منخفض الجوف، واحنا قلنا منخفض الجوف ده موجود في دولة ليبيا. 2: من الظواهر التضاريسية التي تقع في الجزء الشرقي لقارة أفريقيا. تمام، يبقى ظاهرة موجودة في الجزء الشرقي من قارة أفريقيا. هل جبال الكاب؟ لا، دي موجودة في الجنوب. هضبة الحبشة؟ هضبة الشتوت؟ لا، لأن هي موجودة في الشمال الغربي. وجبال أطلس برضو موجودة في الشمال الغربي، فهي هتبقى هضبة إيه؟ الحبشة. 3: يمتد في شمال غرب قارة أفريقيا إيه؟ طبعا جبال أطلس على طول. تقع هضبة الشتوت بين سلاسل جبال، هي موجودة بين سلاسل جبال الأطلس. 5: تنحصر الجبال الانكسارية بقارة أفريقيا في جزءها، طبعا جزءها الشرقي، زي مثلا جبال البحر الأحمر. تمام. طيب من أمثلة الجبال الالتوائية التي تقع جنوب قارة أفريقيا،
هل هو جبال البحر الأحمر، جبال الكاب، جبل كينيا، جبل كليمنجارو؟ طبعا جبال البحر الأحمر دي جبال انكسارية ما ينفعش يعني. وجبال الكاب جبال التوية وموجودة في جنوب القارة، هي دي الإجابة. تمام، هي دي ايه الإجابة. بينما جبل كينيا وجبل كليمنجارو دي جبال بركانية مش جبال التوية. بعد كده بيقول اعلى قمه جبليه بسلاسل جبال البحر الاحمر قمه، احنا لسه قايلينها، جبل شايب بنات اللي قلنا عليها في الخريطه. 8 من الجبال التي نشأت نتيجه الثروات البركانيه، يعني نتيجه البركان. هل جبل كليمنجارو ولا جبال شايب بنات ولا جبل طبقال ولا جبل الكاب؟ بصوا يا جماعه، كليمنجارو ده جبال بركانيه فعلا. جبل شايب بنات دي جبال انكساريه، و وجبل طبقال والكاب دي يعتبر جبال التوية، فهتبقى كليمنجارو. 9 تقع جبال درانجسبرج بقارة أفريقيا في جهة، طبعا جهة الجنوب. السهول الفيضاء التي تخترق الصحراء الكبرى هي سهول نهر، طبعا النيل، لأن الصحراء الكبرى تشمل دولة مصر وتشمل دولة ليبيا وتشمل دولة السودان وهكذا، فبالتالي هي نهر النيل. الرابط المشترك بين هضبة كل من شمال أفريقيا والحبشة والبحيرات الاستوائية هو نهر. النهر اللي بيمر بالهضاب دي كلها طبعا نهر النيل. سؤال 5 بيقول صح أم خطأ مع التصويب. 1 تتميز قارة أفريقيا بمظاهر سطح متنوعة وغنية بالموارد والثروات الطبيعية، طبعا صح. 2 تنحدر هضبة شمال أفريقيا تدريجيا نحو الشرق، الإجابة غلط. طب بتنحدر فين؟ قال لي تنحدر نحو الشمال، بتبقى الجزء الأعلى في الجنوب منها وتقل ارتفاعها كلما اتجهنا نحو الشمال. يغلب على سطح قارة أفريقيا المظهر الهضبي، الإجابة صح. 4 يوجد العديد من الواحات بهضبة شمال أفريقيا، طبعا، زي مثلا واحة سيوة، واحة الفرافرة والداخلة والخارجة وواحة الجوف وهكذا، كل الواحات دي موجودة في هضبة شمال أفريقيا. تعد الهضبة الجنوبية أعلى هضاب قارة أفريقيا، طبعا الإجابة غلط، هي هضبة شرق أفريقيا اللي هي قاصد بيه هضبة الحبشة. 6 هناك ارتباط بين خصوبة تربة هضبة الحبشة ونشأة الحضارات القديمة في أثيوبيا، طبعا صح. تسقط الأمطار طوال العام على هضبة الحبشة، الإجابة طبعا غلط، لأن الأمطار اللي بتسقط في هضبة الحبشة تسقط في فصل الصيف، فتسقط صيفا مش طوال العام. رقم 8 تعلو القمم الجبلية البركانية هضبة البحيرات الاستوائية، طبعا الإجابة صح، دي معلومة عادية يعني. طيب 9 يوجد الهدود الأفريقي العظيم في الجزء الغربي من الهضبة الجنوبية، تمام، الإجابة غلط، من الجزء الشرقي. يقع أقصى امتداد لسلاسل جبال أطلس جهة الغرب بدولة المغرب، تمام، الإجابة صح. طيب بعد كده بيقول لنا يعد جبل طبقال بالجزائر أعلى قمة جبلية في سلسلة جبال أطلس. وهو بص يا جماعة العبارة كلها صح ما عدا واحدة بس، جبل طبقال مش موجود في الجزائر، موجود في المغرب، فالإجابة هنا غلط. تعد جبال البحر الأحمر من الجبال الانكسارية بقارة أفريقيا، طبعا الإجابة صح. يقع جبل كليمنجارو بالمنطقة الاستوائية الحارة، الإجابة صح لأنه وقع في وسط أفريقيا. يتشابه جبل كليمنجارو في تكوين البركانية بتكويناته البركانية مع تكوينات هضبة الحبشة، الإجابة صح. بعد كده بيقول تتميز سهول البحر المتوسط بوجود النباتات الطبيعية التي تعتمد على سقوط الأمطار صيفا. بصوا، هو كل العبارة صح ما عدا واحدة بس، الصيفية، هي الشتوية، الأمطار الشتوية. 16 سهول البحر الأحمر سهول غنية بالثروات المعدنية ومصادر الطاقة، الإجابة صح. 17 من السهول الساحلية بقارة أفريقيا سهول المحيط الأطلنطي والتي تتميز باتساعها وحقولها الزراعية، الإجابة هنا صح برضه. 18 تتشابه السهول الفيضية الساحلية الشمالية بمصر مع السهول الساحلية الشرقية من حيث الاتساع، طبعا الإجابة غلط، لأن السهول الشرقية اللي هي سهول البحر الأحمر طبعا تتميز بالضيق، ليه؟ لأن جبال البحر الأحمر قريبة جدا من الساحل. طيب 19 تتميز السهول الساحلية بدولة تنزانيا بالضيق، طبعا الإجابة غلط، دي معلومة عادية موجودة عندنا في المنهج يعني، تتميز بالاتساع. تعد جزيرة مدغشقر أكبر جزر قارة أفريقيا، الإجابة صح. بعد كده بيقول لنا اكتب ما تشير إليه كل عبارة. هضبة عظيمة الاتساع قليلة الارتفاع توجد بها الصحراء الكبرى أكبر صحاري العالم حر، طبعا دي هضبة شمال أفريقيا. الهضبة التي تمد نهر النيل بالمياه الموسمية والتربة الخصبة،
طبعا موسمية يعني في موسم معين، يعني في فصل الصيف مثلا، زي اللي هي هضبة ايه الحبل. الهضبة التي تعد المنبع الدائم لنهر النيل وتقصر بها البحيرات العذبة في قارة افريقيا. طبعا المنبع الدائم على طول هو هضبة البحيرات الاستوائية. جبال تمتد من الجنوب المغرب حتى تونس، طبعا جبال اطلس. جبال تقع شرق القارة وتعد جزءا من الغضود الافريقي العظيم، طبعا جبال البحر ايه الاحمر. يعد اعلى قمة جبلية بقارة افريقيا وتكون الجليد فوقها، طبعا ده جبل كليمنجارو. سهول فيضية خصبة صالحة للزراعة تمتد في مصر والسودان. طبعا سهول نهر النيل، لان نهر النيل بيجري في مصر والسودان. دولة عربية تقع في شمال غرب جزيرة مدغشقر، طبعا دي جزر القمر. 7 بما تفسر تتميز هضبة الحبشة بخصوبة تربعتها. ليه؟ لأنها بسبب الطفوح البركانية، بسبب الطفوح ايه؟ البركانية. تمام؟ تعد هضبة الحبشة المنبع الموسمي لنهر النيل. قال لك طالما قال لك منبع موسمي، معنى كده تسقط فيه الأمطار في موسم الصيف. أقول له بسبب سقوط الأمطار أو بسبب الأمطار اللي تسقط عليها في فصل ايه؟ الصيف. تعرف هضبة البحيرات الاستوائية بأنها المنبع الدائم. طالما المنبع دائم يبقى الأمطار تسقط فيها طوال العام. تمام؟ أو بسبب سقوط الأمطار طوال إيه؟ العام. نيجي بقى على السؤال الأهمية الاقتصادية لجبال قارة أفريقيا بالنسبة للصناعة والسياحة. بصوا يا جماعة، بالنسبة للسياحة إحنا عارفين مناظر الجبال تبقى مناظر جميلة خلابة بتجذب السياح. بالنسبة للصناعة هقول إن الجبال أساسا بتكون غنية بالمعادن الكتير زي الحديد زي الفوسفات زي الذهب وهكذا. عشان كده كل المعادن دي بتخش في الصناعة. يبقى إذا بالنسبة للسياحة بأنها تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تجذب السياح. بالنسبة للصناعة فالجبال تحتوي على العديد من إيه؟ من المعادن مثل الحديد والذهب، واكتب بقى المعادن الكتير التي تدخل في العديد من إيه؟ من الصناعات. خصوبة تربة وادي النيل في مصر والسودان. ليه التربة اللي بيكونها نهر النيل بتكون خصبة؟ لأنها تتكون من إيه؟ من طمي النيل الذي ينقله مياه النهر من هضبة الحبشة البركانية. الأهمية الاقتصادية لسهول البحر الأحمر. تمام؟ هقول إن هي غنية بالثروات المعدنية ومصادر إيه؟ الطاقة. بعد كده من نتائج خصوبة التربة في هضبة الحبش. لما التربة بقت خصبة الناتج عنه إيه؟ طبعا هتقوم إيه؟ نشاط إيه؟ الزراعة. تمام؟ يبقى قيام الزراعة ونشأة الحضارات القديمة في أثيوبيا. خدوا بالكم يا جماعة، نشأة أي حضارة في العالم بيعتمد على وجود الأنهار بشكل أساسي. 2 اقتراب جبال من الساحل الشرقي في مصر والسودان واريتريا. طبعا الجبال اللي جبال البحر الاحمر، يعني بيقول لك اقتراب الجبال من الساحل ده قد ايه؟ طبعا ضيق السهول الساحليه بها. الارتفاع الشاهق لجبل كليمنجارو، كلما ارتفعنا 150 متر هتقل درجه الحراره درجه ايه؟ واحده مئويه. فبالتالي هتلاحظ ان في جليد فوق الجبال، يبقى هتؤدي لايه؟ تراكم او تكون الجليد فوق ايه؟ قمته. 4 اقتراب جبال أطلس من ساحل البحر المتوسط. طبعا ده قال لك جبال قريبة من الساحل على طول تقول له اديك السهول الساحلية على طول. تمام؟ يبقى قال ده اديك السهول الساحلية ببلاد المغرب العربي. واللي مش عارف بلاد المغرب العربي اللي هم تونس والجزائر والمغرب. ما النتائج المترتبة على سقوط الأمطار الشتوية على السهول الساحلية البحر المتوسط؟ سقوط أمطار يبقى هتقوم إيه؟ نباتات والمحاصيل إيه؟ الزراعية. رقم 9 بيقول قارن بين الهضبة الجنوبية وهضبة البحيرات الاستوائية من حيث الانحدار وأهم الظاهرات اللي فيها. لما نيجي للهضبة الجنوبية اللي هي الهضبة اللي موجودة في جنوب أفريقيا، الانحدار، الهضبة دي يا جماعة بتنحدر نحو الشرق، يعني الارتفاع في الهضبة ويقل الارتفاع كل ما اتجهنا نحو الشرق. عشان كده أي أنهار أو أي أمطار تسقط في الهضبة بتتجه نحو الشرق. تمام كده؟ وطبعا اهم الظاهرات الموجوده في الهضبه ديت طبعا ظاهره الغدود الافريقي العظيم. بالنسبه لهضبه البحيرات الاستوائيه الانحدار بيتجه نحو الشمال. عشان كده لما الامطار بتسقط في الهضبه اللي بتكون انهار، والانهار دي بتتجه نحو الشمال. اهم الظاهرات طبعا القمم البركانيه، تمام، والبحيرات العذبه. يبقى تاني، يبقى نقولهم تاني كده. اهي. يبقى الهضبة الجنوبية الانحدار تنحدر بشدة نحو السواحل الشرقية، وأهم الظاهرات فيها الهدود الإفريقي العظيم. بينما البحيرات الاستوائية الانحدار تنحدر من الجنوب للشمال، يعني الاتجاه بتاعها نحو الشمال،
واهم الظاهرات فيها وجود القمم الجبليه وكثره البحيرات بها مثل بحيره فيكتوريا. حدد وجه الشبه بين جبال الكاب وجبال اطلس. ايه الوجه الشبه بين؟ هل في الشكل؟ لا. طيب في المكان؟ لا، كل واحده في مكان، دي في شمال القاره ودي في جنوب القاره. امال ايه الشبه؟ ان هما جبال ايه الاتنين؟ جبال التوائيه. طيب ما وجه الاختلاف بين جبال البحر الاحمر وجبال اطلس من حيث النشأ؟ سبب نشأة جبال البحر الأحمر إيه؟ وسبب نشأة جبال أطلس إيه؟ طبعا جبال البحر الأحمر جبال انكسارية، يبقى نشأت نتيجة انكسار أو الحركات الانكسارية في القشرة الأرضية. بينما جبال أطلس دي جبال التوائية، يبقى نشأت نتيجة الحركات الالتوائية التي أصابت القشرة إيه؟ الأرضية. والكلام ده نلون. السهول الساحلية المطلة على المحيط الهندي في كل من دولة تنزانيا وكينيا. طالما السهول الساحلية احنا عارفين السهول الساحلية تتميز يا إما بالضيق يا إما باتساع. فاكيد دوله منهم مضيقه السهول الساحليه بيها، واكيد دوله تانية هتكون متسعه. فدوله تنزانيا تتميز بانها ايه؟ سهولها متسعه. بينما السهول الساحليه في كينيا فانها عباره عن شريط ضيق، يعني ضيقه جدا بين الساحل وهضبه البحيرات ايه؟ الاستوائيه. بعد كده اخر سؤالين عندنا: ماذا يحدث لم يمتد الاخدود الافريقي العظيم في شرق افريقيا؟ عارفين قبل ما يحصل الغدود الافريقي العظيم او الانكسار ده في قاره افريقيا، ما كانش فيه البحر الاحمر، ما كانش فيه جبال البحر الاحمر، ما كانش فيه خليج عدن، وهكذا. كل دي ما كانتش موجوده. يعني معنى كده اذا لم يمتد الغدود الافريقي العظيم في شرق افريقيا، هقول لم يتكون خليجي عدن والعقبه والبحر الاحمر وجبال البحر الاحمر نفسها. بعد كده بيقول لنا: ما العلاقه بين هضبه البحيرات الاستوائيه ونهر النيل؟ السؤال ده يعني المفروض كلكم تجاوبوه. احنا عارفين ان نهر النيل ليه منبع موسمي اللي هو هضبة الحبشة، وليه منبع دائم اللي هو هضبة البحيرات ايه؟ الاستوائية. يبقى معنى كده ممكن اجمعها في جملة. هقول له هضبة البحيرات الاستوائية هي المنبع الدائم لنهر ايه؟ النيل. وبكده يا جماعة يكون حلينا مع بعض أسئلة كتاب الامتحان للدرس الثاني في الدراسات أولى إعدادي بعنوان مظاهر سطح قارة أفريقيا. ولو عجبك الفيديو اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس وعلشان يوصل لك كل جديد. شكرا ليكم وبالتوفيق لطلبة كل سنة أولى إعدادي إن شاء الله.